صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوين. وحشني الصباح معاكم كده، وحشني ابتدي يومي كده من البداية. دخلنا مطبخنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، المطبخ رايق ما فيهوش اي حاجة. مطبخك لما يبقى رايق بتحسي ان الدنيا كلها رايقة، مهما كانت الشقة فيها كراكيب بتحسيها رايقة. فدايما بيتي مطبخك رايق ما فيهوش مواعين، حتى لو في جمعيهم في الحوض كده عشان تبقي قادرة بقى يعني ايه تسيطري على الوضع، لان انت عارفة ان المواعين بتتكسر ذاتيا. اه والله يا ولاد المواعين فعلا بتتكسر ذاتيا، لو معلقه بتبص تلاقي كل جرت كل اللي في المطبقيه وكل اللي في المطبخ. المهم ما علينا. هنبتدي النهارده. هنعمل وصفه سهله وبسيطه هتعجبكم، هوريها لكم كده قبل ما ادخل واعملها. يلا بينا بقى نشوف النهارده وصفتنا كانت عباره عن ايه. زي ما انت شايفه كده وصفه بسيطه وسهله. معايا دبابيس ومكرونه بالخضار، ويعني حبه تحبيش كده. الولاد بيحبوا القطعة دي قوي من الفرخ، يعني الورك عموما وبالذات الدبوس. يحبوا الدبوس قوي. الدبابيس من اكتر الحاجات اللي الولاد بيحبوها قوي، والكبار والله يعني مش الولاد بس. آه، يعني انا عماله باكل فيها كده بصراحه، كانت طعمها حلو، تتبيلتها كانت حلوه. هنشوفها في الفيديو بتاعنا اتعملت ازاي. مكرونه بالخضار، مكرونه محمره بس بالخضار، يعني تحطي عليها بصل، تحطي عليها لو يعني بصي ممكن تحطي كمان آه، هو اسمها ايه، بسله. ممكن تحطي جزر، بس انا ولادي ما بيحبوش الحاجات دي، فانا بعمل اللي هم بيحبوه، فبكتفي بان انا بحط بصل وممكن قرن فلفل او قرن شطه. لو طبعا قبل ما تورين تيجي كنا بنكتر شطه قوي في الاكل، على ما الولاد كبروا كده بقوا يحبوا الشطه. انما بمجرد ما تورين جت بقينا يعني ايه بنحط شطه، بس بنعزلها هي لوحديها. المهم انا معايا مجموعه من الدبابيس غسلها كويس جدا. هتبلها دلوقتي معاكم بتتبيله حلوه. التتبيله دي كانت باقيه عندي من تتبيله فراخ مشويه. انا بتبل الفراخ المشويه تبلتها معاكم كتير. بحط لها بصل وبحط لها توم، بحط لها عصره ليمون وممكن بشر ليمون. بحط كمان كل التوابل اللي انا بحبها، معلقه سكر، معلقه خل، بابريكا، آه جنزبيل، قرفه. بصي كل اللي انتي بتحبيه، قرن شطه، كل اللي انتي بتحبيه حطيه في تتبيله الفراخ بتبقى حلوه قوي. طبعا انا يعني ما باجي اعمل الحاجات دي بتبلها وبياتها مثلا، فلما ببقى مستعجله ممكن اعمل تتبيله بزياده واروح حاطه التتبيله دي. وممكن اقوم الصبح بدري اجهز الاكل اللي انا هطلعه، يعني بطلعه لحد لو انا عندي فراخ في الفريزر بسيبها على الرخامه لما بتفك او على الحوض. وبعد كده ابتدي اعمل الاكل بتاعي، اتبل الاكل، وبعد كده ابتدي اشتغل في الوصفه اللي انا هعملها. اللي انا حطيته في البدايه ده دي كانت بواقي من فراخ، كنت عامله صينيه مكرونه بشاميل. بصوا بس عشان يا ولاد انتوا ممكن تقولوا ايه هو انت بتعملي الاكل ده امتى، انا مش كل الاكل بصوره، لان يعني اوقات كتيره ابقى داخله كده عندي مزاج ان انا اصور الوصفه النهارده. طبعا وصفاتي هي ممكن يعني انا كل الوصفات اللي انا قدمتها في القناه كل الناس بتعرف تعملها، يعني هي مش وصفات تعليميه او انا جيت نزلت كده من الكوكب تاني نازله بوصفه، فلا. بتبقى وصفات كلنا بنعمل الاكل ده في بيتنا وبنبقى عارفين احنا بنعمل ايه وكده. فمعظم الوقت ما بقاش عندي نفسيه بتبقاش رايقه ان انا ادخل افتح الكاميرا واصور اكل. ممكن اوقات ادخل المطبخ ابقى مستعجله، فمحتاجه ان انا طبعا التصوير بيبقى فيه جهد شويه. فمش كل الوقت بتحبي انت تصوري. طب انت بتقولي كل ده ليه؟ عشان حتتين اللي انتوا شايفينهم دول، الهياكل اللي انتوا شايفينها دي بواقي من فراخ. انا كنت عامله صينيه مكرونه، فكنت خاليه الصدر بتاع الفراخ، وده اللي اتبقى من الصدر حطيته في التتبيله. ويعني ما شاء الله كان برضو بلحم وفيه لحم وكل حاجه. حطيت بقى كده الفراخ بتاعتي بتتبيلتها بمعلقه سمنه، وسبتها لما تتشوح مش تتشوح بقى، هي هتستوي معايا في الجريل. هسويها لحد ما تاخد معايا لون كده، واديكم شفتوا لونها كان حلو ازاي. طب المكرونه، انا بجيب المكرونه واحمرها واحط الخضار اللي انا عايزاه. عايزه اقولك بقى البوتاجاز بتاعي ده مشكلته مشكله. بصي انا بغسله وانضفه جدا، بمجرد ما بيجي عليه ميه بيجير بطريقه فظيعه. الشعل بتاعته دي، يعني عايزه اقولك ان انا عملت الوصفه دي وبعدها مسكت البوتاجاز. والله انا كنت عايزه اصوره معاكم، بس ان شاء الله في مرات كتيره جايه هصوره معاكم وهتشوفوه. لا يعني اوقات كتيره بتبقى البوتاجاز محتاج عنايه شويه.
اوقات كتيره برضو انا بسيب البوتاجاز لاني ما ببقاش، يعني الحاجات اللي انا بستخدمها فيه انا بصراحه بستخدم فيه باور كتير. خلطه اليوستفندي، الخلطه اللي انا كنت عاملاها، اللي عملت منها الصابون الحاجات دي، دي خلطة بصراحة سحرية جميلة جدا. بس والله عشان استخدمها معاكم قدام الكاميرا مشكلتها مشكلة. ايه المشكلة بتاعتها؟ اني شو انا قاعدة بتكلم معاكم والمكرونة سرحت مني. المكرونة المحمرة ما تشيليش ايدك منها خالص. هنا بقى كان الخضار معايا طماطم وبصل ومتبل وكل حاجة، وقلبت كل ده في بعضيه وسبته لما تشوح معايا، وبعد كده ضفت التوابل اللي انا بحبها في المكرونه، وبعد كده رحت نازله عليها بالشوربه او بميه سخنه. طبعا ما عنديش شوربه لان انا شاويه الفراخ. هنرجع للبوتاجاز. البوتاجاز بقى عايز يعني محتاج فترة. هو بصراحة الفيديو ده مش يعني انا مش عامله لكم النهارده، او لا الفيديو ده كان قديم عندي وحبيت انزله لكم. انا اوقات كتيره بدخل اصور وما بنزلش الفيديو، يعني ممكن ما انزلوش لسبب من الاسباب، ممكن ينزل بعد ما خلاص هيترفع ابص الاقيه، ممكن يعني اجهزه لان هو انا احمله بعد ما خلاص هرفعه على اليوتيوب، احس ان هو خلاص يعني عوق في التحميل شويه، حصلت فيه مشكلة النت قطع. المهم ان انا بحس ان انا خلاص الفيديو ده خد طاقتي فمش هكمل فيه بقى، فبركنه عندي في المعرض لحد ما بيجي وقت كده بقى افضله اقعد كده وافضله واظبط له الدنيا. فممكن اوقات كتيره بيبقى عندي وصفات انا اصلا ما نزلتهاش على القناه، ما صورتها وكان ناقصها حاجه، وعندي حاجات كتير ممكن بجمعها في فيديو، مش لازم بتكون حاصله في نفس اليوم، عشان برضو للامانه لا مش في بعض الحاجات انا، وبرضو ما بيبقى في حاجه زي كده بقول لكم انه ده مش النهارده. فالوصفه دي كانت قديمه عندي كانت موجوده. البوتاجاز كنت في الفتره دي فعلا انا ما كنتش مهتميه بيه قوي، لان زي ما قلت لك انا بستخدم باور، واوقات كتيره انا صدري بيوجعني فما ببقاش قادره حتى اتحمل ريحه اي منظفات، يعني ريحه اي حاجه بتتعب صدري. واوقات كتيره من المنظفات دي بتبقى بالنسبه لي انتعاش، بس طبعا اللي زي الباور وزي الحاجات اللي بتنظف الدهون وكده فبيبقى ريحتها نفاذه شويه فبتتعبني بصراحه. فالوصفه اللي انا قلت لك عليها او الصابون اللي انا قلت لك عليه، انا منزله الصابون الصلب من قشور اليوستفندي، ومنزله لك كمان الصابون السائل. الصابون السائل ده كان فيديو امبارح ما كانش فيه تفاعل عليه قوي، بس انا خلاص يعني انا قررت الى حد ما طول ما انا قادره ان انا انزل كل يوم فيديو فهنزل كل يوم فيديو. بفرح قوي لما بحس فيه تفاعل حتى ولو كومنت واحد بيفرحني. فجت يعني جاني كومنت حلو قوي، حد شكر في الصابون، آه بس حست ان انا متوتره في الفيديو. وهي بتتكلم بتقول لي ايه، هو الصابون حلو بس انتي متوتره شويه. اه والله انا يعني ببقى فعلا في اوقات كتيره في فيديوهات طول ما تولين صاحيه ربنا يديها الصحه يا رب، طول ما بتبقى صاحيه انا ببقى متوتره، خايفه تخبط حد، خايفه تضرب نفسها، يعني تاذي نفسها باي سبب. طبعا هي يعني عندها سنتين الا، ففتره الطفل مش واعي هو بيعمل ايه. انا دلوقتي بسجل لكم الفيديو ده الساعه 3:30 الفجر، بعد ما نامت وخلاص، هي من النوع اللي بيسهر، نامت روقت الدنيا الولاد ناموا، قلت بقى اسجل الفيديو بمزاج عشان التوتر ما يوصلش لاي حد بيتفرج عليا او بيسمع الفيديو. فانا والله ما زعلتش من الكومنت قد ما انا ضحكت، يعني ان هي حست فعلا انا متوتره قوي. هنا كانت المكرونه بتاعتي خلصت والوصفه بتاعتي كانت جاهزه، و عايزه اقول لك المكرونه هنا كانت لسعه شويه، مش لسعه شايطه لا، كانت في حبايه غامقه احنا حبايه. فالمكرونه المحمره ما تشيليش ايدك منها خالص، دايما كده تقعدي تقلبيها، فيعني ايه عشان خاطر تطلع اللون موحد وحلو. انتي بتنزلي، انا قلت لكم الوصفه دي كانت من وقت كده. اتمنى بقى اللي بيتفرج على القناه يعني الكومنت مش هيعمل لك حاجه، يعني لما يبقى في فيديو جايب 900 وحاجه مشاهده والاقي عليه ما فيش كومنتات خالص اصلا، وعليه 12 13 كومنت بتاع اعجاب لايك، ده معنى ايه يعني؟ كسلانه ولا هو زرار اللايك مش محطوط؟ فاتمنى ان كنتوا تتفاعلوا معايا باللايك، لان انتوا عارفين ان اللايك بصوا برضو شلل لساني بيجي كل ما باجي اسجل فيديو، هي لا نافعه توتر تولين ولا غيره. المهم انتوا عارفين ان اللايك بيرفع الفيديو. عايزه اقولك لو دخلت الفيديو يعني اتمنى انك انت تحطي لايك كومنت حلو، وادعوا لي بقى ان انا اقدر استمر في القناه
واقدر ان انا انزل فيديوهات. انت شايفه ما شاء الله فيديوهات الصابون يعني الى حد ما بتحبوها، فحاول على قد ما اقدر اوفر لكم كام فيديو كده بكذا طريقه. والله الموفق. اشوفكم على خير في فيديوهات تاني اجمل واحسن. دمتم سالمين، ربنا يحفظكم جميعا، اللهم امين. مع السلامه.